السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير معانا. كل يوم خير يا جماعة. الاكل هنعمل ايه النهاردة؟ نعمل ايه في عز بقى الاسعار اللي الواحد شايفها؟ خلاص مبقاش في حاجة اقتصادية عشان اقدر اقول لكم بنعمل اكلة اقتصادية. طيب انا هنا رفعت حلة على النار فيها مية غلت معايا، نزلت بكيس مكرونة، كيس كيلو، كيس نص كيلو، اللي انت عايزاه، الكمية اللي انت عايزاها هتعمليها. بسلق المكرونة سلق كامل، وبعد كده باخدها تحت المية بشطفها خلاص. وجبت الحلة هنزل فيها بشوية زيت. والله يا جماعة ربنا يرحمنا في الأسعار، الواحد كل يوم بيسمعها. الأسعار الصبح بشكل وبالليل بشكل، فربنا المستعان والله. هنزل ببصلتين مبشورين ناعم على الزيت. انتي هنا لو حابة تخرشي البصل بالسكينة خرط كده رفيعة يعني تمام، بس انا هنا فضلت ان انا اعمله ناعم. عايزة احمر البصل ده معايا كده نص تحميرة، يعني مش هحمره قوي. وصل معايا اهو للدرجة دي كده زي ما انتوا شايفين. ابتدى بقى ريحته بتطلع معايا. في الوقت ده لو انت حابة تحطي فلفل رومي حلقات مقطع قطع صغيرة حطي. وهنزل بالصدق. الصدق ده يعني كان عندي في الفريزر، انا بحب اقطعه هو متفرز عشان اعرف اقطعه ما يطلعش منه اللحمه. الكميه برضو اللي انت حابه تعمليها، ربع كيلو، نص كيلو، براحتك. خلاص نزلت. وزي ما بقولك الفلفل هنا بيدي طعم حلو قوي، بس انا يعني في حد من ولادي ما بيحبش الفلفل في الوصفه دي بالذات، يعني الفلفل الرومي او الفلفل السبايسي، بس بصراحه بيبقى تحفه جميل، بيديها طعم حلو قوي. هنزل بنص معلقه من الشطه، ودي اختياري عشان طبعا انا ما حطيتش بقى فلفل. وهنزل بنص معلقه من الفلفل الاسمر والملح. وصفه حلوه وسهله وبصراحه يعني تشهي جدا، شهيه قوي قوي. خليكي معايا لاخر الفيديو هتعجبك جدا باذن الله. وبنقلب بقى وبنشوح، بيطلع معانا ريحه الصدق مع البصل مع التوابل، بتبقى ريحته جباره. هنزل بطماطمتين كبار كده متقطعين قطع صغيره تمام. هنا بقى الريحه طبعا بتطلع، متخيلينها بتبقى عامله ازاي؟ ريحه الصدق يعني بتبقى رهيبه. هو في توابل واحنا حاطين له توابل، فريحته بتبقى حلوه قوي. وهنا جبت فص توم واحد بس مهروس كده، قلت بس عشان يدي طعم معايا للوصفه بتاعتي. تمام. وبقلب بقى. فص الثوم ده كمان بيزود الريحة معايا، بيخلي الريحة يعني تحفة. عايزة بقى الطماطم دي ايه تدبل كده معايا. وبنزل بشوية كده عصير من الطماطم. هحط لسه كمان شوية طماطم طبعا على قد المكرونة اللي انا عاملاها. انا المكرونة بتاعتي مش مكرونة مجرد مكرونة كده بالصدق، لا خليكم معايا بس عشان تعرفوا احنا بنعمل ايه. خلاص. وبقلب بقى كويس كده، حطينا التوابل تمام والملح تمام، وبسيبه كده على نار هادية بس الصدق يستوي معايا. بزود طماطم كده معلقتين عشان انا عاملة كيلو من المكرونة. مش قادرة اقول لكم يعني بجد، مش قادرة اقول لكم اكلة اقتصادية، ما بقاش في حاجة اقتصادية والله يا جماعة. بس الحمد لله الحمد لله، ربنا المستعان. تعالوا هنا هنعمل بشاميل. البشاميل هنا انا بعمل 4 كوبايات. ممكن ال4 لبن، ممكن ال4 2 و2 شوربة، بس انا بعمل 4 كوبايات. وبحط عليهم 4 معالق من الدقيق. تمام كده، ده المعيار المظبوط للبشاميل.
لو انت مش هتحمريه. ولو هتحمريه برضو نفس المعيار، بس بيتحمر الاول في سمنة في زبدة. وبحط بقى هنا شوية ملح وشوية فلفل اسمر. تمام كده. في ناس هنا بتحب تحط مرقة مرقة فورية او مرقة دجاج، يعني براحتك. يعني بسمع ناس كتير بتحط على البشاميل، بس انا بصراحة مش بحب احط عليه. انا اكتفيت ان انا احط عليه يعني نص معلقة من الكاري، عشان انا بحب طعم الكاري جدا. وهنا حطيت معلقة سمنة، بس رجعت زودت كمان معلقة، لان انا مش حاطة في التسبيكة بتاعتي سمنة، حاطة زيت بس. يعني هنا حطيت على المعيار ده معلقتين من السمنة. سمنة زبدة براحتك، اي حاجة عندك. وبتقلبي كده بالمضرب، ما بيكتلش معاكي ولا حاجة، بيطلع ما شاء الله قوامه حلو. خلاص جبت هنا التسبيكة اهي زي ما انتوا شايفين، بتاعة الصدق، ريحتها روعة وطعمها حلو قوي. بنزل عليها بالمكرونة بتاعتي. بص يا بنات، المكرونة اللي انت حباها مش شرط اقلام، يعني دي كانت هي اللي عندي فعملتها، لكن الوصفة دي اي مكرونة عندك ممكن تعمليها. تمام. نزلت بكمية المكرونة. هنا المكرونة مستوية تسوية تامة، يعني كاملة، مش نص او 3/4، لا. ومشطوفة عادي جدا وما فيهاش اي حاجة. انا برضو من النوعية اللي بحب اشطف المكرونة، في ناس مش بتحب تشطفها، بتحتفظ يعني بيها كده. خلاص قلبت المكرونة وحطيت عليها شوية من البشاميل زي ما انتوا شايفين. البشاميل اللي معايا انا حطيت عليه معلقة دقيق تاني، ورجعته على النار اللي فاضل معايا، يعني عشان انا بقى عايزاه اللي جاي ده يبقى تقيل شوية، لان انا كمان ما استنيتش عليه، ولو تستني عليه هيتقل، مش هيعوز معاكي معلقة تاني من الدقيق، بس انا عشان عملته على طول. وجبت الصينية نزلت فيها بكبشة من البشاميل كده. ده البشاميل بقى التقيل اللي انا زودته معلقة كمان. هنا بقى هتقولولي طبعا تعرفتوا انا بعمل ايه. بعمل صينية مكرونة بالصدق بالبشاميل، بس هي طبعا ايه مختلفة شوية عن البشاميل اللي احنا يعني اعتدنا ان احنا نعمله، ان احنا نحط طبقة وفي الوسط العصاج وبعد كده طبقة. لا، دي بصوا، اديكوا شفتوا معايا انا لخبطتها كده على بعض كلها. طبعا هي كفيلة ان هي تتاكل كده تحفة، تحفة بجد بجد، جميلة جدا. بس كمان لما بتكملي البشاميل بتاعها بتديكي طعم حلو قوي. تمام. نزلت بالمكرونة، سبت بس شوية، هحط كده كبشة او كبشتين من البشاميل في النص كده. خلاص. هي بقى مختلفة عشان احنا هنا مش بنحط في النص العصاج او الصدوق، لا ده متلخبط عليها كلها كده، بيبقى طعمه حلو قوي، والطماطم والبهارات اللي حطيناها مخليه طعمها رهيب، بجد تحفة. جربوها تعجبكم جدا جدا يا بنات، حلوة قوي. هنزل ببقية المكرونة وهسويها بقى في الصينية، وبعد كده هنزل بالبشاميل بتاعي اللي انا تقلته كده ايه سيكه كده شويه عن البشاميل الاولاني. وزي ما قلت لكم لو انت هتستني عليه يبرد هيتقل لوحده، بس زي ما انتوا شايفين انا ايه يعني بحط كده ورا بعض الحاجه لسه سخنه. تمام. طبعا حطيت بقى معلقتين سمنه عشان يدوا طعم البشاميل بتاعي حلو، ان البشاميل لما بيبقى طعمه حلو بيخلي المكرونه كلها جميله، وغير الخلطه اللي احنا عملناها في المكرونه جميله جدا. وهنا بقى تحطي بقى شيدر، تحطي موتزاريلا، تحطي تركي، اللي انت عايزاه. مش عايزه بلاش خالص، مش لازم. ممكن تحطي معلقه سمنه سايحه كده فوق الوش وخلاص على كده. انا مش من نوعيه اللي بستعمل بيض فوق البشاميل، مش بحبه بصراحه. هو كده بتبقى روعه، بتطلع تحفه. مش قادره اقول لكم بجد طريقه المكرونه دي حلوه قوي قوي، يعني اختراع بجد. جميلة جميلة، يمكن عايزة اقول لكم يمكن احلى من البشاميل اللي باللحمة كمان، لان الخلطة والتوابل اللي حطيناها والطماطم مخلياها كده جوسي من جوه وطعمة قوي.
وزي ما قلتلك عندك جبن مشكل، عندك اي حاجه ممكن تحطيها فوق الوش. ما عندكيش معلقه سمنه كده سايحه على الوش عشان تحمر بس معاكي الوش يبقى طعمه حلو، وتحطي في الفرن. دي بقى يا جماعه انا سواء دي او البشاميل العادي المعتاد اللي احنا بنعملوه ما بقعدوش كتير في الفرن، يعني ربع ساعه تلت ساعه بالكتير. ليه؟ حاجتنا كلها مستويه. انا مجرد بسيبها، بصوا يعني مفيش، كنت مولعه فوق وتحت مع بعض الشوايه، ادت اللون كده زي ما انتم شايفين، ما شاء الله جميل، بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. يا رب يزيد ويبارك ويحسن ما بين ايديكم وايديا. تحفه تحفه، اعملوها يا بنات هتعجبكم. وما تنسونيش في اللايك والمتابعه ونشير الفيديو وندوس زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.